السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد. فيديو النهارده هنعمل مع بعض ريفيو عن صبغة بالت. انا مش اول مرة اجربها، انا جربتها قبل كده كتير. جربت قبلها جارنيه ما عجبتنيش. ممكن يكون في ناس كتير جربت جارنيه وعجبتها، بس هي بتفرق من شعر لشعر او حسب ما انت متعودة. النهارده هنعمل مع بعض بالت اللي هي رقم 11 اسود مزرق. دي انا جايباها ب35. من في اماكن معينة بتختلف سعرها، ممكن تجيبيها جملة باقل من كده. يلا نفتحها مع بعض ونشوف جواها ايه. دي انبوبة المعجون الصبغة، وده الكريم بتاع الاكسجين بتاعها، محلول التحضير يعني. وادي البلسم او حمام الكريم اللي بعد الصبغة. وادي الجلافز اللي بتستعمليه او اللي بتعجني بيه الصبغة. ودي طبعا الورقة بتاعتها لازم تقريها كويس قبل ما تستعملي، اللي هي مكتوب فيها نشرة التعليمات، مكتوب فيها التحضير، طريقة التحضير، واجمالي الوضع الرأس كامل، والوضع على منطقة الشعر المعاد نموه، الشطف بعد المعالجة. يعني بتقري دي كلها كويس، انا قريها قبل كده كذا مرة فعارفة يعني بتتعمل ازاي. تمام، يلا بقى نعجنها مع بعض. هنجيب طبق صيني، لازم يكون صيني. هنفتح الاول الانبوبة، بنفتحها كده، بتفضيها كلها. هو طبعا حسب طول شعرك، وممكن انتي تشوفي اذا كنت هتستعملي واحدة او اتنين حسب طول الشعر. تتأكدي ان انتي فضيتيها كلها كويس، لان انتي ممكن تحتاجي يعني انبوبة تانية على حتة قليلة اوي في شعرك، اتأكدي انتي فضيتي الانبوبة كويس. تمام كده خلاص. مسحول الكريم بتاعها او محلول الكريم بتاعها بنفضيه كله برضو. بس كده. تلبسي بقى الجلافز. انا هلبس واحد بس عشان اعجن بس معاكم المعجون، ولسه هحضر نفسي. يعني انا مش هعمله دلوقتي عشان لسه هحضر نفسي والبس حاجه عشان لو جه عليها المحلول ما يبهدلش هدومي كده. فلبست جلافز واحد بس عشان احضره معاكم، عشان مش تشوفوا الشكل بتاعه ايه. شايفين حاجه بسيطه جت على صبعي بهدلت صبعي. فتخلوا بالكم بقى، تلبسوا حاجه قديمه وانتوا بتعملوه. تخلوا بالكم ما تجيبوش على القوره، ما تجيبوش على الوش، ما تجيبوش على حته اسف، ما تجيبوش على الودن كده كده يعني. تمام، ده المحلول معايا اهوت كده جاهز. هنجيب ايه بقى؟ المحلول كده جاهز معايا. هنجيب فازلين، هندهن مكان القوره، مكان الود، ورا الرقبه، ورا الشعر، من تحت، من عند الرقبه من تحت. ندهن فازلين كويس عشان لما الصبغه تيجي عليه ما تعملش فينا كده زي ما عملت فيها كده. تمام، بس كده حبايبي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ده كان فيديو النهارده. ما تنسونيش بقى باللايك والشير، وما تنسونوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناه وصفات واكلات نودي. وبس كده، دمتم في رعاية الله ومع السلامة.